سميرة موسى من 1917 إلى 1952 هي عالمة ذرة مصرية، وتعتبر واحدة من أبرز العالمات في تاريخ مصر. ولدت في محافظة الغربية، وتعلمت في كلية العلوم بجامعة فؤاد الأول، الجامعة المصرية حالياً، حيث حصلت على درجة البكالوريوس في العلوم. عرفت سميرة موسى بأبحاثها في مجال الفيزياء النووية، وكانت تهدف إلى استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. حصلت على منحة للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك أجرت أبحاثاً متقدمة في مجالات متعددة. تميزت سميرة موسى بشغفها الكبير للعلم، وساهمت في تعزيز دور المرأة في العلوم. للأسف، انتهت حياتها بشكل مأساوي في حادث سيارة غامض يعود لعام 1952، وقد أثار موتها الكثير من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء الحادث. لا تزال سميرة موسى رمزاً للفخر في مجالات العلوم في مصر والعالم العربي.